السلام عليكم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية. اليوم حضرنا هذو لي ساندويتش أو تاكوس أو وش حبيتوا تسميهم سميهم. المهم البنة تاعهم رائعة جدا، يعني ذوق الشاورما، يعني واحد البنة ما شاء الله. يعني نتمنى تتبعوا الفيديو للآخر وتشوفوا الطريقة وتعجبكم، وان شاء الله تجربوها، وعلى بالي كي تجربوها راح نزيدوا تعاودوها. نبدا هنايا بسم الله على بركه الله بالوصفه مباشره. هنايا عندي زدر تاع الدجاج كما راكم تشوفوا، غسلته ولهنا راح نقطعو. شوفوا طريقه التقطيع تاعو لازم تكون يعني يكونوا طرف كبار، ما يكونوش صغار. شوفوا الطرف تاعو يكون كبير وخشين كما راكم تشوفوا. لهنا الصوره راهي واضحه، لازم تخشنوه هكذا باش تحسي بالطعم تاعو كيعود في الساندويتش. هنا راح نخدموا الماريناد تاعنا. جبنا هنايا باط تاع لايورت ناتور طبيعي، زدت له هنايا مغرفه صغيره تاع لا موطارد، عندنا هنايا مغرفه صغيره تاع طماطم المصبره، عندي مغرفه صغيره تاع العسل. يعني هذا المقادير ضروريه باش تحصلي على بنه رائعه. عندي كميه تاع الكركم، فلفل الكحل والملح، وعندي فلفل احمر، وعندي كميه قليله من توابل الدجاج، يعني تقدري تستغني عليها. هنايا عندي 3 مغارف كبار تاع الزيت، هنايا درت 3 سنات تاع الثوم، ونخلط كامل المكونات مع بعض كما راكم تشوفوا. هذه راح تعطيكم واحد البنه لي ساندويتش تاعكم رائعه رائعه. هنايا راح ندير الدجاج تاعي في هذا الخلطه. هنايا حاولوا استعملوا يديكم هكذا باش الدجاج يتشرب كامل هذيك الماريناد تاعنا ويجينا الدجاج تاعنا بنين. راح نغطي الدجاج تاعي ونخليه في الثلاجه حوالي ساعه ساعتين، الوقت اللي يساعدك. يعني الا شتي روحك مزروبه تقدري ديريه مباشره. هنا راح نجيب طاجين، هنا كنت سخنته. من الاحسن نستعملوا الطابونه، يعني في فوق الكويزينير راح يطير لك الزيت هكذا وتخمج لكو. يعني من الاحسن تستعملي الطابونه والطاجين ماشي المقله. الطاجين هكذا راح نشويو الدجاج تاعنا وتكون درجه الحراره يعني تكون عاليه، باش هكذا الدجاج تاعنا يطيب يعني ثمثم وما يطلقناش الماء تاعو. حنا لازم الدجاج تاعنا ما يطلقش الماء تاعو، حنا نسحقوه مشوي فقط. شوفوا لهنا راني نطيب فيه. شوفوا الدجاج لازم يحمر باش نقلبوه، يعني ما تقلبيهش وهو مش طايب. صافي السما راني لهنا راني نشوي فيه، مانيش نقلي فيه باش ما يطلقليش هذاك الماء. على هذاك قلت لكم ديروه في الطاجين، وراح تجيكم الدجاج تاعكم يجي فيه ريحه الشواء. كيما راكم تشوفوا راهو طاب، يعني ما كانش هذاك الماء تاعو والله، يعني شويتو جا طايب يعني ما شاء الله. كي يطيب لي هكذا نحيه نديرو في صحن. وهذيك الماريناد اللي قعدت لي في الطبسي درت لها شويه تاع الماء وكبيتها فوق الطاجين. هذه لاصوص من بعد راح ندهن بها لي ساندويتش تاعي كما راكم تشوفوا. هذه دوك نديرها في الطبسي ومن بعد ندهن بها لي ساندويتش. هنا قليت شويه تاع البطاطا وراح راح نخدم لي ساندويتش. انا درت شويه فرماج طري ودرت الهريسه هذه صنع منزلي، يعني ماهيش تاع الباط، صنع منزلي. هنا عفوا هنا ندهن الخبز التورتيلا تاعي. هنايا هذا الخبز راني شريته، يعني ما خدمتوش في الدار، كنت يعني زربانه شريته. درت كميه تاع البطاطا ودرت هذاك الدجاج اللي كنت شويته كما راكم تشوفوا. هنايا كبيت له شويه تاع لاصوص هكذا باش يجيني مشمخ من داخل. نسكرها نكمل كامل لي ساندويتش تاعي هكذا.
نزيد ندير معكم الحبه الثانيه. هنا هذه ما درتش فيها الهريسه، درتها فقط بالفورماج والمايونيز، يعني في بلاصه الهريسه درت المايونيز. هذه يعني للاطفال اللي ما يحبوش الهريسه. وفي نفس الوقت ما يجيناش الساندويتش تاعنا ناشفين. هنا راح نزيد كميه تاع البطاطا، نزيد الكميه تاع الدجاج. انا راح نكمل كامل لي ساندويتش تاوعي بنفس الطريقه، نغلق عليهم هكذا. هنا دارت لي 4 من لي ساندويتش. هنا نجيب هذاك الطاجين، يعني كنت غسلته من هذاك الزيت اللي قليت فيه اللي شويت فيه سكالوب، ودورته في الجهه الثانيه. درت له كميه من الزبده، ونروح نحمر لي ساندويتش تاوعي كما راكم تشوفوا. هنا راح نجيب هذيك لاصوص اللي نحيتها من الطاجين، راح ندهن بها لي ساندويتش تاوعي. وهذه هي البنه اللي راح تزيدها في لي ساندويتش تاوعكم وتعطيها لون يعني رائع جدا. نقلب هنا بنفس الطريقه، ونزيد نجيب ندهنهم بلاصوص هذيك اللي خدمناها. حاولوا تدهنوها كامل هكذا باش يجيكم اللون رائع ويجيكم في نفس الوقت بنين. انا نكمل نطيب كامل لي ساندويتش تاعي بنفس الطريقه. وما تنساوش يعني باش تدهنوهم بلاصوص. وصدقوني راح تديروهم وتعاودوهم، يعني البنه تاعهم يعني ما تتعاودش. نكمل ندهنهم يعني في الجهه الثانيه. هكذا بنفس الطريقه. يعني هذه هي الاكلات اللي يعني توالمنا في هذا الصيف، اكلات خفيفه سريعه وبنينه في نفس الوقت. انا كملت طيبت كامل لي ساندويتش تاوعي بنفس الطريقه. درت لهم كامل هذيك لاصوص، وهنا نروح نحطهم في طبق التقديم. شوفوا لي ساندويتش تاعنا كيفاش جاو، يعني جا اللون تاعهم رائع جدا. هنا راح نقسم لكم حبه وتشوفوا كيفاش جات من الداخل، يعني جات رائعه جدا. انا خيرت الحبه هذه اللي فيها الهريسه هكذا باش تشوفوا كيفاش جات الداخل بالهريسه والفرماج، يعني جات رائعه رائعه. وكأنك شريتيه يعني من المحلات تاع البيتزاريا، يعني جات ساندويتش يعني ما عندي ما نقولكم. هذه هي فيديو تاعنا لنهار اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. ما تنسوناش بالاعجاب، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه.